اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وباحسن صحه وباحسن حال. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويجعل سعاده الدنيا بين ايديكم وتحت رجليكم، امين يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، بحبكم جدا، بشكركم على وجودكم في حياتي. ربنا يديمكم نعمه يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. ربنا يعينكم جميعا، ربنا يوسع عليكم، ربنا يرزقكم من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا. طبعا لو عجبك الفيديو حضرتك ما تنسيش تعملي لي لايك، تشتركي معايا في القناه. لو اول مره تشوفيني طبعا يسعدني ويشرفني وجودك معايا، ولو انت من عيلتي الجميله ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا. يلا بينا نبتدي النهارده الفيديو، وان شاء الله باذن الله النهارده هقول لكم على كام يعني شويه افكار كده يا بنات، وكام حاجه مهمين جدا جدا ان انت تعمليهم. احنا ان شاء الله خلاص قدامنا اسبوع كده مثلا ونقبض، معظمنا طبعا هيقبض يوم 21 ان شاء الله باذن الله، وطبعا اصحاب المعاشات هيكون لسه قدامهم شويه على ما يقبضوا. بس احنا محتاجين نعرف شويه حاجات مهمين جدا، بالذات لحبايبي اللي لسه هيبتدوا ان هم يشتروا حاجه المدرسه من مصروف الشهر ده ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول المدارس، ورب كده ينجح ولادنا ان شاء الله ويجعلها سنه سعيده علينا. فيديو النهارده يا بنات، الفيديو ده كان مشتريات شهر 9، بس انا حبيت ان انا ارجع اتكلم لكم عليه تاني علشان انا حابه اقول لكم على شويه حاجات مهمين جدا. لسه لحد من حوالي ساعه بالظبط كان جاي لي تعليق، وطبعا حبايبي اللي بيبعتوا لي على الخاص انا اسفه جدا ان ما بعرفش ارد عليكم. طبعا حبيبتي مريم اختي هي الادمن بتاعي دلوقتي، وهي اللي بترد عليكم وبترد كمان على المنتدى. بس والله يا بنات انا ممنوعه ان انا ابص في اضاءه التليفون، انا عشان اكلمكم دلوقتي حاطه الميكروفون وبعد الاضاءه عني خالص، لان اضاءه التليفون غلط جدا على عينيا علشان جفاف العين. ربنا ما يوريه لحد ابدا، فعلا حاجه وحشه جدا، وكل يوم بنصحى فيه بنبقى كويسين وبصحه ومش محتاجين اي علاج، دايما لازم نحمد ربنا. انا يا ست الكل محتاجه من حضرتك ورقه وقلم، تبتدي تكتبي من دلوقتي كده كل حاجه حضرتك بتستخدميها في اليوم، ايه يعني عشان نظبط الميزانيه بتاعتنا يا بنات، او نمشي على مصروف كده معين كل شهر نبقى عارفين ان هو ده المصروف. يبقى لازم حضرتك تكوني عارفه ايه الحاجات اللي انت بتستخدميها اثناء الشهر. انا مثلا واحده من الناس قبل كده كتبت لي 6 كيلو رز، ايه اللي يكفوني لاخر الشهر؟ انا بالنسبه لي الحمد لله والشكر لله 6 كيلو رز لحد يوم 21 على ميعاد القبض بتاعنا هيكون لسه فاضل منهم حوالي كيلو الا ربع. فانا كده حلو قوي قوي، مع 5 كيلو من المكرونه، مع مره بنعمل معجنات، مع مره بنقضيها كده اكل بعيش، مع مره مثلا بنعمل كده مره كده. الدنيا بتمشي. دايما يا ست الكل لازم يكون عندك قناعه وانت بتعملي الحاجه ان الحاجه دي هي مفيش قدامي غيرها، فانا لازم اعملها. مش لازم اقول لا ما ينفعش فانا هعمل اكتر، لا ما ينفعش فانا هجيب مش عارفه ايه. ما كل ما حضرتك تقولي لا على اللي في ايديكي وتبتدي تبصي مثلا انك انت عايزه اكتر منه. بصوا يا بنات دايما للناس اللي اقل مننا، والله انا مش بقلل منكم ابدا، بس انا نفسي كلكم تعرفوا تظبطوا ميزانياتكم، نفسي كلكم تعرفوا تعدوا الازمه اللي احنا فيها. والله الدنيا غاليه ويعني صعبه جدا، وكل يوم الواحد عن اليوم اللي قبله بيصحى يلاقي حاجه بقت بسعر جديد. بس احنا هنحاول على قد ما نقدر نمشي على قد امكانياتنا. تعرفوا هقول لكم على حاجه، يعني يمكن الحاجه غليت واحنا بقى طلبنا عليها اكتر، وانا ملاحظه الموضوع ده مش بس عندي ولا عند غيري، لا لاحظته عند ناس كتيره جدا جدا، ان الرز مثلا غلي فالطلب عليه زاد، فاحنا محتاجين ناكل رز اكتر. فبالنسبه للسكر نفس الكلام، السكر النهارده الكيلو ب 31 جنيه. بالنسبه للمكرونه نفس الكلام، غليت والطلب عليها زاد اكتر. هو احساس بس مننا، ولكن هو ده نفس الطبيعي اللي احنا بناكله او ان احنا بنستخدمه، بس عشان سعرها غلي فاحنا بقينا نحس بيها قوي، بقت توجعنا قوي واحنا بنشتريها. يعني انا الاول مثلا كنت بشتري 5 كيلو سكر مثلا كانوا عاملين 60 جنيه، ده من فتره كبيره طبعا، مش بتكلم على دلوقتي. دلوقتي حضرتك علشان تشتري 5 كيلو سكر محتاجه انك انت تجيبي 220 و250 جنيه ويمكن اكتر كمان. الكيلو دلوقتي وصل ل 30 جنيه يا بنات، وفي بعض الاماكن ب 31. ربنا طبعا يرحمنا برحمته. انا بحكي لكم على السكر، ما بالكم في المكرونه، ما بالكم في الرز، ما بالكم في كل الكميه او الحاجات اللي انتم شايفينها قدامكم دي. يعني انا مثلا الشهر اللي فات كنت مشتريه كيس المكرونه ده ب 21 جنيه، الشهر ده هو ب 23. السكر ده كنت جايباه من فتح الله تقريبا كان ب 23 او ب 25، الشهر ده ب 31. فكل حاجه فيها فرق، ما يعني لسه كمان ربنا طبعا يخلي الحكومه بتاعتنا ويطرح فيها البركه، لسه كمان الشهر الجاي في زياده في المرتبات، فاكيد هيبقى في زياده في الاسعار، وطبعا ده اللي احنا مترقبينه
يعني. فالموضوع هيبقى صعب وهيبقى أضيق كمان في موضوع المدارس وموضوع الدروس. فأنا عايزة من حضرتك تشوفي التزاماتك إيه وتشوفي احتياجاتك إيه، واللي حضرتك تقدري تستغني عنه وتستبدليه بحاجة أرخص تمام، اللي حضرتك تقدري إنك أنت توفري فيه مثلا وتجيبي حاجة تانية مكانه تمام. خلي بالكم يا بنات، الأكل والشرب لازم هناكل ولازم هنشرب، بس ممكن حضرتك بدل ما تاكلوا مثلا 2 كيلو رز في المرة نعمل كيلو، ممكن مثلا بدل ما نعمل كيلو نعمل نص. ممكن حد يقول لي لا طب ما احنا كده هنبقى جعانين. لا احنا مش هنبقى جعانين، بس احنا هنحاول نعمل دايت كده لنفسنا. هنحاول يعني، والله العظيم يا بنات انا بكلمكم الكلام ده وانا نفسي مكسوفه ان انا اقول لكم كده، وانا عارفه ان هو صعب قوي، وعارفه انا واحده من الناس عندي ولاد صغيرين بيبقوا محتاجين كل شويه ينوعوا في الاكل اللي بياكلوه، وكل شويه محتاجين يجيبوا حاجات من بره، وكل شويه. فانا فاهمه كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، بس انا واجب عليا ان انا اطلع اديكم نصيحه زي ما بدي لنفسي بالظبط، زي ما بمسك اخواتي كده ونقعد نحكي وفي الشغل ونقعد نحكي. الحاجات دي يا بنات او اللي انتوا شايفينه قدامكم ده خزين اساسي لازم يكون عندي شهريا. ما ينفعش ابدا ابتدي الشهر من غير ما اجيب الحاجات الاساسيه دي. عارفين طول ما هم موجودين عندي في البيت فانا الحمد لله والشكر لله. عندي خضار تمام، ما عنديش فانا هطبخ اللي موجود واكله. عندي لحمه تمام، ما عنديش فانا هعمل برضو كيس مكرونه كده وشويه بطاطس محمرين ويبقى الموضوع زي الفل، او كيس مكرونه وبيضتين مسلوقين ويبقى الموضوع زي الفل. انا عن نفسي هو ده الحاجه اللي بتمشي في بيتي. ممكن حضرتك ما يتناسبش معاكي الافكار اللي انا بقولها في الاكل، بس ممكن حضرتك بتكون، والله ومعظم الستات طبعا ربنا يديهم الصحه ويعينهم بيوفروا يا بنات، وبيعرفوا ان هم يدبقوا وبيعرفوا ان هم يعملوا كل حاجه في حدود الامكانيات بتاعتهم. ناس كتير عايشه والله، واحنا ان شاء الله باذن الله هنعدي الازمه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيفرجها علينا. انا من وجهه نظري حضرتك لو جبتي خزينك الاساسي، شويه الحاجات اللي انتوا شايفينهم دلوقتي قدامكم دول، انا بجيب كل شهر ب 100 جنيه مثلا يا بنات حاجات للحلويات. 20 جنيه سوداني، 20 جنيه مثلا زبيب، 20 جنيه جوز هند، 20 جنيه قلب الشوكولاته اللي انتوا شايفينه ده، 20 جنيه كاكاو، 20 جنيه كريم شانتيه مثلا، 20 جنيه شوكليت شيبس. الحاجات دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده في بيتك، مش بس عشان هي يعني مظاهر، او مش بس عشان احنا يعني حاجات ملهاش لازمه. لا ليه بقى؟ لان حضرتك هتعملي حلويات لاولادك في البيت، هتعملي بسكوتات لاولادك في البيت، برضو الحاجات اللي بنعملها في البيت بتوفر علينا حاجات تانية احنا بنشتريها من بره. انا بلاحظ دلوقتي ناس كتيره بتقول لك لا انا اشتري من بره بلا تكلفه بقى، بلا وجع قلب، بلا غاز، بلا. لا خالص. الحاجات دي لو حضرتك بصيتي للكميات اللي بتعمليها مثلا من نص كيلو دقيق مثلا، وليكن نص كيلو دقيق هيطلع لك 20 مثلا وحده كرواسون. حضرتك لو رحت اشتريتي 20 وحده الكرواسون دول من بره تقريبا هيتعدوا معاكي ال 50 جنيه. حضرتك بتعمليهم في البيت بنص كيلو دقيق اللي هنقول ان هو ب 10 جنيه، بشويه خميره وشويه ملح وسكر بس، وبيطلعوا زي الفل معانا وما شاء الله كميتهم بتبقى حلوه، وعملتها معاكم اكتر من مره. كذلك الامر في الحلويات. فانا عايزين برضو الفتره الجايه نهتم جدا بان احنا نعمل الحاجات في البيت. وقلتها كتير معاكم يا بنات والله، وبقولها المره الالف، كل حاجه بتعمليها في البيت بتوفر عليكي كتير جدا جدا جدا. بتتطلب من حضرتك شويه مجهود بس بتوفر عليكي، وده هتكتشفوه ان شاء الله باذن الله الايام الجايه في ايام المدارس واللانش بوكس والحاجات اللي بين الدروس وكده والكلام ده كله. هتلاقوا نفسكم محتاجين ان انتوا تجيبوا حاجات وتعملوا حاجات علشان تبتدوا ان انتوا تقدروا تعدوا الازمه. ربنا يعينكم جميعا. حاولي لو ولادك تقدري انك تدرسي لهم في البيت، تقدري انك تنزلي فيديوهات من على النت وتشوفي المدرس ده، لو ابنك ما فهمش منه تفتحي مدرس تاني وتالت ورابع. نحاول يا بنات نوفر فيه افكار كتيره جدا جدا. ممكن حضرتك تقولي لا موضوع ان احنا ندي ولادنا دروس في البيت ده مش نافع، لا صدقوني والله بينفع، بالذات لو حضرتك يعني ست مش بتشتغلي بمعنى ان حضرتك ما بتخرجيش بره البيت وعندك طول الوقت مثلا قاعده في البيت. حاولي تخلي موضوع انك تنظفي والكلام ده كله يبقى الصبح، ويبقى اخر النهار تقعدي مع ابنك كده. ندي بس في الحاجات الحساسه اللي محتاجه مدرس يبقى فوق راس العيل، مثلا زي الرياضه، زي الانجليزي، زي النحو مثلا والعربي والحاجات دي. انما الدراسات يا بنات يعني ممكن ان احنا نديها في البيت، والله هي كلها بس مجرد حاجات بنحفظها. وكذلك الامر في العلوم، كذلك الامر في الدين. انا والله بلاقي ناس بيدوا اولادهم دروس في الدين يعني. طبعا احنا مش بنقلل والله منه ولا حاجه، انا اقصد اقول ان الدين سهل جدا. احنا لو سمعنا وجبنا لاولادنا قصص والكلام ده كله هنبص نلاقيهم بقوا فاهمين وبقوا عارفين. والحاجات اصلا الكرتون والحاجات دي بتشيل الولاد وبتخليهم يفهموا اكتر. فانتوا دايما برضو العبوا على الحته دي. ان شاء الله باذن الله يا بنات هتعدي الايام وربنا يعني هيسهلها علينا، وربنا ما بيخلقش عبد الا وبيخلق رزقه معاه. اهم حاجه اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. حضرتك تسعي في انك تعرفي تمشي الدنيا، في انك يعني لما تاخدي مصروفك 1 2 3 4
حسيتي ان الاربعه اللي انت عايزه تجيبيهم دول مصروفك مش مكفيهم، حاولي تحنتفي فيهم وتقللي فيهم لحد ما تبصي تلاقي المصروف اللي معاكي بقى على قد الاربعه اللي انت عايزه تجيبيهم او اللي انت عايزه تعمليهم. اعتمدوا على البقوليات يا بنات، على اللوبيا وعلى الفاصوليا، على الخضار مثلا زي الملوخيه الايام دي رخيصه، شويه رز كده وفاصوليا هتقضي الدنيا. الطماطم غاليه خلاص نسيبها خالص. عارفين والله انا النهارده عامله صينيه بطاطس من غير اي طماطم خالص، يعني يا دوبك حطيت فيها طماطمايه واحده وحطيت بطاطس بيضه كده عملناها بشويه بصل وزي الفل. طبعا البصل الغاليه دودي بصلايه مش هتخسر، يعني ما احنا برضو لازم هنحط في الاكل الحاجات الغاليه بس هنحطها بكميات معقوله. المنظفات، انا خير كلام ما قل ودل في المنظفات عشان جالي كلام كتير جدا عليه. انا يا بنات بستخدم الكلوريكس الابيض في غسيل الحمام، كمان في تسييق الارضيات والحاجات دي، وبستخدم كلوريكس الالوان بلمع بيه كل حاجه حواليا. كل حاجه انا محتاجاها تلمع ومحتاجاها تبقى معقمه مش معقمه ولكن نظيفه، هو الكلوريكس الالوان. بالنسبه للمسحوق الغسيل برضو غالي جدا 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 الفتره دي. فانا على فكره بدور دلوقتي على المسحوق السايب مش لاقياه، يعني حتى المسحوق السايب ما بقاش بيتباع عندنا خالص. كل محلات المنظفات الشهر ده ما نزلتش مسحوق سايب خالص يا بنات. معرفش ايه السبب، بس الراجل قال لي المصنع ما نزلناش الشهر ده. هل بقى حصل جديد او حاجه؟ انا ما اعرفش، بس هنحاول نحط كميه مسحوق قليله وننقع عن الغسيل في الغساله شويه. يعني حضرتك بدل ما تشتغلي على طول، يا اما تعملي دوره نقع لو عندك، يا اما تبيتي الغسيل بتاع حضرتك من بالليل للصبح في الغساله مع المسحوق بتاعه، والصبح تشغلي عليه الغسله، هتبصي تلاقي الغسيل بقى زي الفل ونضف. مش شرط ان احنا نحط كميه مسحوق كبيره جدا. لو حابه حضرتك تحطي له دوني او تحطي له معطر، انا جبت لكم قبل كده يا بنات الحاجات اللي هي السايبه، اللي هي المركزات اللي بتشترى وبنبتدي ان احنا نخففها ونعملها في البيت. ازازه الدوني عامله 40 جنيه اللي هي من هايلوكس، تبتدي حضرتك تخففيها ب 8 لتر ميه، يعني عندك 8 لتر دوني هيبقوا عاملين 40 جنيه. وتحطي برضو منه على الغسيل بتاعك عشان يطلع الريحه بتاعته حلوه. وده برضو من افكار التوفير الحلوه جدا اللي انا الشهر ده عملتها والله يا بنات، لان انتوا عارفين ان انا ما جبتش مسحوق سايب لان لقيت المسحوق السايب مش موجود. فانا عملت زي ما بقول لكم كده، بحط الدوني اللي انا كنت عاملاه معاكم. لو حابين ان انا انزل لكم الحلقه بتاعه فيديو المركزات على القناه دي قولوا لي، لان انا ما نزلتهاش على القناه دي، انا كنت منزلها على القناه التانيه. برضو عرفوني وان شاء الله باذن الله مع بعض هنعمل حاجات اكتر واكتر. ادعوا لي بس بالله عليكم ان ربنا يشفيني، ان اللي اول مره يتفرج عليا طبعا انا بحبكم جدا، بشكركم على وجودكم في حياتي. الحاجات اللي انا جايباها دي يا بنات الشامبو او البلسم او الهاند ووش. الهاند ووش ده انا جايباه مكان صابون الايد، ده كان عامل 31 جنيه. لو اشتريت 3 صابونات هيبقوا عاملين 35 جنيه ولا 37 جنيه. انا اشتريت الهاند ووش ده كان عليه عرض ب 31، وحلو قوي بيبقى معايا برضو كويس، وولادي بيستخدموا منه كميات بسيطة وقليلة. وانا بقول لهم بالنسبة للشامبو كنت جايبة لحضراتكم قبل كده فكرة الشامبو اللي هو ابو جنيه، الكيس ابو جنيه تقدروا حضراتكم تجيبه في كل مرة استحمام. الشعر بيتغسل مرتين بس في الأسبوع، وباقي المرات يا إما تغسليه من غير شامبو يا إما يفضل إن حضرتك ما تغسليهوش علشان ما يبص. البلسم جبته زي ما قلت لكم علشان بنتي الصغيرة، وبرده ده ما كانش غالي، كان عليه عرض في فتح الله كان عامل 21 جنيه. الزيت بتاع الشعر مهم جدا، حاجة ما فيش غنى عنها. في ناس بتستخدم زيوت، في ناس بتستخدم كريمات، كل واحد فينا بيستخدم الحاجة اللي تتناسب معاه. انا بدي حضرتك الفكرة وحضرتك تاخديها وتنفذيها حسب ما انت عايزة. مضمون فيديو النهاردة ان انا عايزة اقول لحضرتك قبل ما تنزلي تشتري، قبل ما تجيبي اي حاجة، ابتدي افرزي الحاجة اللي موجودة في بيتك. ابتدي حضرتك ورقة وقلم واكتبي ايه الحاجات اللي انت بتحتاجيها اثناء الشهر، الكميات منها قد ايه. حاولي تشوفي حاجة يعني تقلي فيها عن حاجة تانية، حاجة عن حاجة يا بنات. كل ده ان شاء الله بإذن الله ربنا هيصلح ما بين ايديكم. الدقيق مهم جدا جدا في البيت. موضوع الدقيق بيفرق جدا في التوفير في الجوع بتاع اخر الليل لو ولادك جعانين، لو حضرتك محتاجة انك تعملي اكلة معينة، لو حضرتك مش لاقية اكل خالص وعايزة تعملي اكل لاولادك هتعملي لهم بيتزاية ان شاء الله حتى بالخضار يبتدوا ان هم ياكلوها. فمن الحاجات الاساسية جدا اللي لازم تبقى موجودة في كل بيت هو الدقيق.
اي يعني مشتريات انتوا شايفين ان انا مشترياها في الفيديو ده، فدي حاجات من الحاجات الاساسيه بالنسبه لي. حضرتك شوفي الاساسي بالنسبه لك وابتدي هاتيه. لو بتقبضي بالشهر ضروري جدا تعملي تقسيمه للميزانيه بتاعتك اسبوعيه وشهريه ويوميه. اليوميه اللي هي الحاجات البسيطه اللي بنحتاجها اثناء اليوم، كيس ملح، مرقايه، كيس صلصه، مش عارفه ايه، وحد من الولاد محتاج حاجه من السوبر ماركت مثلا، الكلام ده كله. الأسبوعية إن إحنا بنجيب فيها الخضار وبنجيب فيها اللحوم والجبنة واللبن. وبرضه موضوع الجبنة واللبن ده كلمتكم فيه على كتير على القناة التانية، وهكلمكم بيه برضه على القناة دي إن شاء الله. نحاول نعمل أفكار كده اقتصادية للفطار والعشاء تكفينا وتكفي ولادنا في أيام المدارس إن شاء الله بإذن الله. بعد كده الشهرية اللي بنجيب فيها زي الدقيق، المكرونة، الرز، الفاصوليا، اللوبيا، الكنافة مثلا دي بجيبها كل 5 6 شهور مرة، مش على طول يعني. الجلاش برضو من الحاجات الأساسية في الميزانية بتاعتك، لأنه بيفرق جدا معاكي في الفطار، في العشاء، كمان في الوجبات اللي هي اللي بيسموها مقبلات كده جنب الأكل. الحاجات دي كلها هتفرق إن شاء الله جدا معاكم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه النهاردة حتى لو معلومة بسيطة. بحبكم جدا، بشكركم جدا على وجودكم في حياتي. ما تنسوش تشيروا القناة لأصحابكم عشان القناة تكبر بيكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو وتكتبي لي كومنت حلو. ادعي لي دعوة حلوة من قلبك ان ربنا ان شاء الله يشفيني كده. بحبكم جدا، بشكركم جدا، اسيبكم في رعاية الله وحفظ حبايب قلبي. مع السلامة.